السلام عليكم خوتي خواتاتي المتتبعين ديالي، المتتبعات المحترمات المحترمين والجميع اللي كيدخل عندي. اليوم جيت نشارك معكم حوت سردين اللي هو مشوي بالفران، اللي كيجي هائل وصحي وكله فيتامينات. كان السردين كنجيبو للدار ضروري كنكب عليه ديك الميها. هي كنشلو غير من اليدين وداك الشيء، وكنبقاو معايا مع الطريقه. كما قلت لكم راه كنحتاجو غير السردين وشويه الملح واحد شويه الزعتر وشويه الكمون. في النهايه كيبقى اختياري. اللاطه ديالتنا كنرشها بشويه الملحه وكنبقى كنستف الحوت هكا حتى تنعمروا اللاطه. الحوت ديالنا بعد ما استفتو في اللاطه على هذا الشكل هذا كندير عليه الملحه. هانتوما قيسها الملحه. كنبقاو كنديروا عليه الملحه مزيان على هذا الشكل هذا. شويه الزعتر حتى هو كيجي هائل هائل. شويه الزعتر حتى هو من الفوق. ها الزعتر ها هو انا جايباه غاسلاه في الدار ومنشفاه. كيجي صحي بلا زيت بلا حتى حاجه بلا شوايه. هي في الفران ديال الدار. اللي ما كاين فران ديال الدار بغى ياخذوا الفران ديال الزنقه. المهم كيجي هائل ساهل ماهل مع شليده نشاركها معكم والملحه والكمونه. راه كندير واحد شويه حتى هو ديال الكمونه. الكمونه حتى النهايه اللي بغى ينسم شويه ينسم واحد شويه ديال الكمونه. وكندخلها للفران. اللاطه ديالنا ها هي الحوت ها هو كما قلت لكم مليحه والزعتر كيجي هائل. وبقاو ان شاء الله مع النهايه ومع التقديم. وهنا ما شاء الله بعد ما خرجناه من الفران كيجي هائل مع تقديم ديال القريعه. بخرتها ودرتها مع شويه زيت العود وشويه الكمونه صهدتها كتجي رائعه. وحتى الحوت تيجي ما شاء الله صحي بلا شوايه بلا دخان. ونتمنى تجربوها وبصحتكم وراحتكم. ولي صالات تبقى اختياريه.